لما الوزاره رشحتني لحضرتك وحضرتك اخترتيني انا فرحت قوي يومها، بس يومها انا كنت متخانقه مع جوزي، تخيلي صالحته اصلا ساعتها. بس عايزه اقول لك ان انا صالحته عشان انا قلبي ابيض اصلا وماليش بقى في المشاكل والخناقات. انا عايزه اقول لك ان انا حماره شغل. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي يا رؤيه انت حماره شغل، مذاكره وشغل مذاكره وشغل. الله يرحمه بقى على فكره كان مهندس، ايوه هو اصلا اللي حببني في الهندسه، انما انا ما كنتش عايزه ابقى مهندس، انا كنت عايزه ابقى دكتوره. انا عارفه دلوقتي ان انت اكيد بتقولي في بالك ايه الباشمهندسه الرغايه دي، صدقيني انا مش كده خالص والله. هي بس كل الحكايه ان انا عايزه اعرفك عليا في وقت قليل. وكمان عشان ادوب الجليد يعني زي ما بيقولوا كده في اول مقابله ما بيننا. انا طبعا متاكده ان انا هستفيد من خبره حضرتك في الشركه، على فكره انا كمان هفيد الشركه بخبرتي. انا بس قلقت شويه يعني لما عرفت ان المهندس اللي قبلي الله يرحمه بقى. الله يرحمه ايه؟ لا ما اقصدش كده، انا اقصد يعني ربنا افتكره بفرصه كويسه في شركه خاصه. على فكره بالمناسبه انا سالت عليه الوزاره وعرفت ان هو شاطر جدا ومخلص جدا، بس اوعدك ان انا هكون اشطر واخلص واوفى منه ان شاء الله. انت عارفه هو راح ولا جه برضه اسمه راح. انت صح انت صح. على فكره انا لسه ما خلصتش كلامي. لا ارجوكي، انا بحكم على الناس اللي بيشتغلوا معايا بشغلهم مش بكلامهم. ايوه اوكي، على فكره الميزه بقى اللي عندي عارفه ايه؟ ان انا عندي الاثنين، الشغل والكلام. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول ارجوكي يا باشمهندسه كفايه. اتفضلي على مكتبك. لا كفايه. عن اذنك. ايه ده؟ ايوه يا عفاف. ايوه يا باشمهندسه، الشركه هنا حلوه قوي بصراحه. هو انا بكلمك عشان تقولي لي الشركه حلوه؟ انت نسيتي رايحه ليه؟ عيب عليكي، اكنك هنا بالظبط. عاوزاكي تركزي مع مديره المشروعات. عارفاها اللي كانت في الصور. بقول لك ايه، المهندسه اللي انا اخترتها تمسك مكان المهندس حسن اسمها ايه؟ المهندسه رؤية. انت متاكده؟ حضرتك اخترتي الCV بتاعها، انا متاكده. هي جت. ايوه. انا سمعت بصراحه ان فيها عيب واحد. وليه ما قلتيش؟ قللت الكلام كده، وحضرتك بتحبي ده. قللت الكلام؟ امشي يا عفاف، باي باي. قللت الكلام. فريدة قالت لي إن هي معرفتش تفتح موبايل يحيى عشان مش معاها الباسورد. وانتي عملتي ايه؟ لا أنا مسيطرة طبعا، الباسورد معايا. شاطرة. مسكت موبايل رمزي فليته من أوله لآخره، والكونفرسيشن من أولها بصراحة ما فيهاش أي حاجة مريبة، ده حتى ما فيهاش جملة ممسوحة. الحاجة بقى الغريبة قوي إن هو اتوتر كده وقلق لما شافني النهاردة. جيت حاسة إن في حاجة. ما هو لو كان اتصرف بطريقة طبيعية كان هيبقى مفيش حاجة. معاكي عنوان البت دي؟ لا بس اجيبهولك عادي. انت عايزاه ليه؟ استني يا حسن. يا حسن. بقولك يا نادي، مهندس ابراهيم رئيس مجلس الاداره مصر يعزمنا على العشاء ويتعرف عليكي هو ومراته. انا ما رضيتش ارد عليه وقلت له هشوفك الاول لان عارف ان مالكيش في الرسميات دي. موافقه طبعا. يا حسن. لو عايزه تلغي قولي لي. لا الغي ايه؟ ابعت لي انت اللوكيشن، انا عندي بس شويه حاجات لازم اشتريها، هروح الكوافير واجي لك على طول. ماشي يا نادية. ماشي يا حسن، باي باي. على فكرة أنا من أول ما شفتك وعجبتني طريقة تفكيرك، عجبتني دماغك، قلت إن أنت ذكية جدا وإدارجية شاطرة. فأنت مش عارف الدماغ دي إزاي تسحل نفسها في علاقة مفيش منها أمل وما تنفعش أصلا. حتى لو اتجوزته مش هينفع يتجوزني، حتى لو أنا رضيت أهلي مش هيوافقوا. عارفة إيه اللي بيدور في دماغك دلوقتي؟ أبوكي وأمك إيه؟ هما ليهم دور أصلا؟ ولا عرفوا يربوا من الأول؟ ما هما لو عرفوا ما كنتيش هتعرفي راجل في ظروف يحيى، صح ولا لأ؟ بصراحة بس الحقيقة دي حياتي وأنا حرة. أنا عارفة إني بعمل حاجة غلط، مفيش حد ملك. كلنا بنغلط،
بس غلط عن غلط يفرق. الغلط غلط، بس عارف ايه الفرق؟ اني متصالحة مع غلطي وعارفاه، واحيانا بكون حباه. ده لو يخصك لوحدك فانت حرة، انما لما يكون بيضر كل اللي حواليك تبقى مشكلة كبيرة. انا بحبه، مش عارفة اخرج من الحالة دي. ويحيى برضه غصب عنه. انا وهو عارفين اننا مش مكملين، بس امتى ده يحصل مش عارفين. قريب ان شاء الله. رمزي، انا مبسوط ان انا اتعرفت بيك يا استاذ رأفت. انا كمان يا باشمهندس. على فكره انا كنت محتاج ان انا اقابلك من زمان جدا، من كتر الكلام اللي قالته عليك امينه. طب كلام حلو بقى ولا ايه النظام؟ ما تقلقش، سيرتك دايما بتيجي بكل خير. اكيد طبعا يا باشمهندس. لو عايزين بقى تسمعوا عنه كلام تاني تقولي انا. دايما ظلمان يا عبير. بذمتك؟ يا عبير. معلش يا بيبي والله بهزر، والنبي ما تزعلش مني، انا اقدر يا حبيبي. طبعا انت الوحيد اللي في القعده دي مبسوط. ليه؟ عشان قاعد لوحدك. ما وحشتكيش؟ طب قدري حتى ان انت لما احتجتي لي جيت لك على طول. مش وقت كلام في الموضوع دلوقتي يا رأفت، نتكلم بعدين. انا مش على مزاجك على فكره. ما تخلينيش اندم اني قلت لك تيجي النهارده. مساء الخير، تحبوا تطلبوا دلوقتي؟ 10 دقايق ونطلب الاكل. اتفضل. ابراهيم قال لي ان حسن ده كان شغال في شركه حكوميه، وان مراته كانت هي مديرته، اكيد اكبر منه، يعني عجوزه ومكركبه. تفتكري؟ اكيد طبعا. شفتي؟ مش قلتلك؟ مساء الخير. مساء النور. النور. اسفه على التاخير. لا اتفضلي يا حبيبتي. مهندسة نادية، العضو المنتدب لشركة المدن ومراتي. اهلا وسهلا. أهلاً وسهلا. عبير مراتي. اهلا. اهلا. المهندسه امينه. اهلا وسهلا. استاذ رأفت جوزها. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو المهندس إبراهيم أصر إن إحنا ما نطلبش غير لما توصلي. انا اسفه بجد على التاخير. لا ابدا مفيش حاجه. سيادتك هتطلبي ايه بقى؟ حسن اطلب لي على ذوقك انت. عينيا. أنا بفكر أنام. مش عايزة تنامي؟ لا يا حبيبي، أنا مش جاي لي نوم دلوقتي، هقعد أتفرج على التلفزيون شوية. نايمة زغللة. هقوم أنا بيبي. طيب يا حبيبي، أنت من أهلك. باي. باي. تليفونك نسيته، كنت هجيبهولك. باي. مع ان شاء الله نتعاون مع بعض يا باشمهندسه. اكيد طبعا.
ابراهيم، وبعدين مش وقت كلام في الشغل على الاكل. عايزاكي بقى تكلميني عن الشياكه والاناقه اللي انت فيها دي. ميرسي، ده من ذوق حضرتك بس. لا بجد قولي لي، ازاي بتقدري تتشيكي كده وانت وظيفتك بتاخد كل وقتك وتركيزك؟ البركه في حسن، بيساعدني في كل حاجه في البيت ومع الولاد. كده هتعمل لنا مشاكل يا باشمهندس حسن. ده بجد يا باشمهندس؟ انتوا عندكم ولاد قد ايه؟ اقول انا ولا تقول انت؟ 8. طب نادية كان عندها 4 بنات وانا كان عندي 4 ولاد، فلما اتجوزنا بقى عندنا 8 عيال ولادنا. مش معقوله لاف ستوري العظيمه دي. ربنا يخليكم لبعض. قولي لي بقى سنهم قد ايه؟ في متخرجين وفي الجامعه والمدرسه. ما شاء الله. احنا مغطيين كل المراحل. وطبعا عايزين تخلصوا منهم. اقصد يعني كل واحد يتجوز عشان يفضلوا لكم البيت. لا بالعكس خالص، دول ماليين علينا البيت. انا ما اقدرش اتخيل البيت من غيرهم ابدا. مش كده يا حسن؟ طبعا عندك حق فعلا. الولاد هم الحياه. يعني في قرار خدناه انا وامينه غلط جدا، ان احنا خلينا الولاد يكملوا تعليمهم بره، وفجاه البيت بقى فاضي علينا. احنا عملنا كده عشان مصلحتهم. ولادنا مش ملكنا على فكرة. فعلا المهم سعاده الولاد. ايوه بس مش على حساب سعادتنا، ولا ايه يا باشمهندس ابراهيم؟ بصراحه اغلب الرجاله كده، بس الستات بتضحي اكتر. ده حقيقي. لا للاسف مش كل الستات بتضحي. في ستات عنيده وبتحط مصلحتها هي الاول. اهلا وسهلا، شرفتونا. ربنا يخلي حضرتك. مش فكرة كويسة ان خلي عربيتك مع السواق وتبقى انت معايا هنا؟ تعبتك معايا. تعبك راحة يا ست الستات. وبعدين ايه بقى الجمال والتألق والحلاوة دي كلها النهارده؟ مالك يا نادي؟ هو احنا ينفع ما نروحش على طول؟ يا وائل. يا باشمهندس. اركن عربية الباشمهندسة عند البيت وسيب المفتاح مع حد من الولاد وروح انت بقى. اوامر يا باشمهندس. يلا. عاوزة تعملي ايه بقى؟